السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين. احنا داخلين طبعا على رمضان، والنهاردة انا شايفة ان دي اهم خطوة هنحتاج ان احنا نعملها رمضان في التفريزات عشان هتريحنا كتير جدا. انا دي جواجدي ودي قناتي سهلة وبسيطة. يا رب الفيديو يعجبكم. شوفوا بجد الخطوات هتلاقوها سهلة جدا، وان شاء الله هتوفر علينا كتير مجهود في رمضان. طبعًا أنا كنت عاملة حوالي 10 كيلو طماطم، سبِّكتهم، شايفين بُصّوا لونها طالع تحفة إزاي، وطريقتها سهلة أوي. طبعًا هنغسل الطماطم الأول، والطماطم أهم حاجة تكون مستوية ولونها يعني أحمر أوي، ما تبقاش الطماطم اللي هي لسه فيها أبيض كده أو تبقى سلطة بس، لأ تكون حمرا جامد وتكون مستوية، ويكون شوية فيها لحم كده، ما تكونش الطماطم الصغننة أوي اللي ممكن إن إحنا ما نستفدش منها في الصلصة. طبعًا هنغسل الطماطم كويس جدًا. أنا أي صنف خضار بصراحة، حتى كمان الخضرة البقدونس والكزبرة والحاجات دي بارُش عليها رشة كربونات وخل، عشان أي حاجة يعني مش حلوة فيها طبعًا تطلع، واغسلها بعد كده بالمَيّة كويس جدًا. تتقطّع بقى أنصاف أو تتقطّع إرباع يعني زي ما أنتم حابين، أنا باحب أقطّع كلّه إرباع بصراحة. هنشيل الزهرة اللي فوق زي ما شُفتوا كده ونقطّعها، كلّه بيستوي يعني زي ما أنتم حابين، قطّعوا أي شكل. هنحطها بقى دلوقتي في الحلل كده. بنحطها طبعًا في أكبر بقى حِلَل موجودة في البيت هتطلع عشان تاخد الكميات. طبعًا هو كل واحد على حسب استخدامه وعلى حسب العدد وكل ده. أنا جِبت 10 لإن أنا يعني إحنا نحب الصلصة بصراحة، إحنا 3 أفراد بس إحنا بنحب الصلصة وبنحب الطبيخ وكده، فإحنا بنحتاج صلصة كتير يعني. طبعًا ممكن حد يفرّز أكتر، ممكن حد يفرّز أقل، عادي ما فيهاش أي حاجة. إحنا كل الطريقة واحدة، حطيناها طبعًا على النار، والنار هتكون هادية، يعني مش هادية أوي ولا عالية أوي، بس هي هتكون بتميل لإنها تكون هادية، ما تبقاش واطية أوي شامعة، ولا تكون عالية عشان طبعًا ما تشيطش مننا. هنغطي عليها وهنسيبها لحد ما تشرد المَيّة بتاعتها خالص براحتها زي ما إحنا شايفين في الصورة كده. أهي بدأت إنها تطلّع المَيّة بتاعتها ويبقى في شوية غليان. بس هي كده لسه ما استوتش، إحنا هنستنى لحد ما تستوي وبعد كده نشوف هنعمل إيه. طب هنعرف إزاي إن الطماطم استوت؟ بناخد كده حتة منها بشوكة أو بمعلقة، ونحاول إن إحنا نقطّعها، نشوف هي سهل تتقطع معانا والّا لسه الجلدة بتاعتها ماسكة فيها وصعب إنها تتقطع. بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده اتقطعت بسهولة، فكده خلاص الطماطم تمام واستوت. نقدر إن إحنا دلوقتي نطفي عليها ونشتغل فيها عادي جدًا، نضربها بقى. طبعًا المَيّة دي يُستحسن إن إحنا نتخلّص منها لإنها بتبقى فيها حموضة طماطم وبتبقى مليانة أملاح وبتبقى برضه مُرّة، فيُستحسن إن إحنا نشيلها كده في طبق بعيد ونتخلّص منها. طبعًا كده الطماطم استوت، هنطفي النار وهنضربها. طبعًا ممكن إن إحنا نضربها في الخلاط عادي، ممكن نضربها بالهاند بلندر بس طبعًا في الخلاط نستنى عليها تبرد الأول. أنا ضربتها هنا بالهاند بلندر كلّها لحد ما أنتم شايفين أهي اتضربت كلّها وما بقاش فيها أي تكتلات خالص، بقت يعني تمام. هنا بقى هنبدأ نصفّي الصلصة بتاعتنا من القشر ومن البذر. أنا باحب إن أنا أصفّيها يمكن علشان ماما كانت متعودة تصفّي الصلصة على طول، فأنا اتعودت برضه إن أنا باصفّيها زيها. لكن هي الخطوة دي اختيارية، لو مش حابة تصفّيها ما فيهاش أي مشكلة خالص. لكن الشرط الوحيد تبقي متأكدة إن أنتِ ضربتيها سواء بالخلاط أو بالهاند بلندر ضرب كويس جدًا علشان ما يبقاش فيها شكل أي قشرة أو حاجة يبقى مش لطيف بعد كده في الأكل، أو يعني يبقى شكله في الطبق مش حلو. هنصفّي الكمية كلّها، أنا كان معايا هرّاسة كده يعني حاولت إن أنا أنجز بيها شوية. هنصفّي كل الكمية لحد ما هنلاقي طالع في المصفى بس القشر بتاع الطماطم والبذر، وهنكون صفّينا المَيّة بتاعتها كلّها في الحلة اللي برّه. بيبقى شكلها بصراحة أحلى كتير من إنها ما تتصفّاش، لكن لو مش عايزة تصفّيها عادي جدًا ما فيهاش أي مشكلة.
هنرجع بقى نحطها على النار عشان تكمل سوا ونحط الإضافات بتاعتنا. أنا حطيت على الكمية بتاعتي دي كده معلقتين ملح كبار ومعلقتين سكر. طبعا السكر بيعادل الحموضة، والملح طبعا أكيد احنا هنملح الصلصة برضو عشان يبقى فيه كده يعني تعادل في الطعم، الملح والسكر مع بعض. والله يا بنات بتبقى طعمها تحفة أحلى من الجاهزة بكتير. وكمان حطيت ربع كوباية زيت اهي. أنا عشان لو انتوا هتحطوها في برطمانات يبقى ما تحطوش زيت دلوقتي، هتحطوا الزيت على الوش، لكن عشان انا بحطها في اكياس طبعا في الفريزر فبحط الزيت دلوقتي كده وانا لسه بسويها على النار. هتلاقيها بقى بتطرطش كده على البوتاجاز وممكن انها يعني ايه هتوسخ لنا الدنيا شوية، فهنعمل الغطا زي ما انا كنت عاملاه كده شوية، بس مجرد ان هي تطلع البخار بتاعها. انا بس قفلت عليها 3 دقايق وبعد كده بدأت افتح من الجنب شوية عشان بخارها يطلع. قعدت على النار تقريبا في المرحلة دي حوالي تلت ساعة، من تلت ساعة لنص ساعة. بصوا بقى ما شاء الله تحفة ازاي تقلت وبقى لونها تحفة. دلوقتي بقى مش محتاجين غير ان احنا نحطها في الاكياس بتاعتها عشان نفرزها. الخطوة دي مهمة بس علشان ما نوسخش اطراف الكيس ويبقى شكله مش لطيف في الفريزر. نحطه جوه مج كده كبير او كوباية. انا هنا حطيت 3 كبشات الا ربع تقريبا، دي كمية مناسبة لنص كيلو خضار. لو بتحبوا الصلصة يعني هيبقى خليها 3 كبشات كاملين. ان شاء الله هتبقى كمية مناسبة قوي والطريقة هتعجبكم جدا بإذن الله. لو الفيديو عجبكم بليز ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناة علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي هتنزل هنا ان شاء الله. شكرا لمشاهدتكم والسلام عليكم.